عبد الله الخطيبيه، عبد الله مصري يا سلام يا سلام يا سلام يا عبد الله، لكن على طول ترجع ورا خالص. على طول هنشوف متابع رمي التماس من ناحيه اليمين احبائي الكرام لمصلحه الحرمين. طبعا مسيطر على اهوائهم متقدم بهدف حتى الان. هنشوف ونتابع هل الاتحاد الوطني تسجيل على طول في حارس المرمى. السيد عجبه الحارس على طول بيطلع من اعلى نقطه وماشي الكره على طول. احمد الفهيمي ناحيه الشمال بيحاول يعدي النور ويحط يا سلام طويله. يطلع الكره رمي التماس من ناحيه الشمال لمصلحه الاتحاد وابو هاني. هنشوف ونتابع كابتن سعيد اليماني ندي رمي التماس لمصلحه الاتحاد وابو هاني من ناحيه الشمال. الاتحاد وابو هاني متاخر بهدف ويبحث عن التعديل. عبد الله المصري على طول لا طبعا الجوري حماده دفع كده على طول ياخد منها ضربه حره مباشره خطيره بيرمي يحط على طول الى رقم 22 كريم الفخري على طول تضرب الكوره مره ثانيه يا احبائي الكرام. هنشوف قدامك القطع طول خطيره يا سلام نبيل عاشور اللي توقيت خطيره يحط واحده طويله لكن مقطوعه يصل الى رقم 32 ورجال على طول بيسيبها للسيد عجبه على طول بيحط ناحيه اليمين لكريم الفخري رقم 22 بيحاول يعدي النور بيحط التمريرات جبريل رقم 5 اهو عاوز يعدي النور تصويت واحد طبعا الحرمين وواحد الاتحاد ومغالي لسه في المباراة فيها احبائي الكرام. التعادل ايجابي هو سيد الموقف حتى الان احبائي الكرام. هنشوف ونتابع كريم رجب والضربة الحرة المباشرة خطيرة اللعبة على طريقة الكورة احبائي الكرام هوبا بيها يوسع على شماله خطيرة بسرعة كريم الفخري لكن بدون ايوان يا خلاص بدون ايوان تدخل وتبقى ضربة مرمى من ناحية اليمين احبائي الكرام. المرمى على اخره احبائي الكرام هنا مونديال جراح الرمضاني وهنا بلد البطولات وهنا بلد الوفاء والاخلاص. على طول ياخد فاول وضربة حرة مباشرة لمصلحة الاتحاد وابو هاني منتصف الملعب تقريبا. ياخد ضربة حرة مباشرة وبريد واحد هدفين وهم هدفين. اما الحرمين يدخل الجوله الرابعه لهم النهارده. الجوله الاولى فوز على الزهراء 3-0، الجوله الثانيه فوز على مانشستر 8-2، الجوله الثالثه فوز على شباب مستقبل الوطن 3-0. يعني الحرمين داخل اللقاء في الشبك ورسوله 9 نقاط. الجوله الرابعه لهم النهارده ورسوله 9 نقاط. شكرا للتحليل السريع للكابتن كريم لطفي نبيل عاشور. هم تصوير الله عليك يا سلام يا سلام. على طول حارس المرمى بيطير ويحولها بالفك على طول الى رمي التماس من ناحيه اليمين. نوصل لكريم رجب على طول بيحط واحده كده في ايوان تطول وتبقى رمي التماس. طبعا الاتحاد وابو هاني من ناحيه اليمين احبائي الكرام. بلال عاوز يعدي الكره على طول ياخد رمي التماس الحرمين من ناحيه اليمين. على طول نبيل عاشور رقم 32 الخطير نبيل عاشور يضرب على مرتين كده حارس المرمى السيد عجبه على طول على مرتين يمشي فرصه ويحط على طول الجليد الفخري رقم 22 على طول احمد البهي عاوز يعدي. يا سلام على الخطر يا سلام على التكليك. كريم رجب ماشي كريم 22 يحاول يعدي الكره من ناحيه اليمين ياخد فاول وضربه حره مباشره من ناحيه اليمين. هنشوف ونتابع وهنا المتعه وهنا الاثاره احبائي الكرام. فاول وضربه حره مباشره من ناحيه اليمين لمصلحه طبعا الحرمين. بس المبدئية اللي كنا هتقول لك ان احنا نعتذر للناس عن تأخير الماتش، برضه من حقهم ان احنا نعتذر للناس عن تأخير الماتش، وهو اللقاء ممتاز جدا في لقاء شيقي.
شكرا لك يا ابني سليم لطفي من عرض اللقاء مرة ثانية ورمي التماس من ناحية اليمين خطيرة سهى لحمادة بيحاول يعدي المرة لكن تفوت على طول تبقى رمي التماس من ناحية الشمال لمصلحة طبعا فريق طبعا الاتحاد والمغني على طول خطيرة التعادل الإيجابي هو سيد الموقف حتى الآن هتلاقي إجراء واحد الاتحاد والمغني واحد الحرمين في هذه المباراة النارية هتلاقي إجراء. طبعا عندنا مباراة عقب هذه المباراة فريق أميرات الكابتن وفريق الإمام بمن يتمنون الاستعداد للمباراة القادمة. الأفضل تقول أحمد البعيد يطلع واحدة طويلة توصل الليل رقم 5 الخطير محمد